لو انت من الناس اللي دايما بتعاني من اي ريحه وحشه او اي روايح كريهه بتخرج من الكوتشي او الجزمه بتاعتك، في الفيديو ده هقول لك على افضل طريقتين هتقدر تضيع بيهم اي ريحه وحشه او اي روايح كريهه في الكوتشي بتاعك او الجزمه بتاعتك، مضمونين 100%. كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معايا الفيديو للاخر. دول افضل طريقتين هتقدر تضيع بيهم اي روايح وحشه او اي روايح كريهه موجوده في الجزمه بتاعتك او الكوتشي بتاعك. كل اللي عليك هتجيب اي علبه فاضيه صغيره عندك زي دي، وهتحط فيها معلقتين او 3 معالق ملح صغيرين. بعد كده هتجيب من اي صيدليه بودره تلج بتاعه الاطفال، وهتحط برضو 3 معالق او معلقتين صغيرين. واخر حاجه هتحط عليهم 3 معالق بيكربونات الصوديوم. بعد كده هتقفل الازازه وترجها كويس، وهتجيب ابره صغيره زي ديت وهتخرمها خرام صغيره زي دي، وهترشها من بالليل في الكوتشي بتاعك او الجزمه بتاعتك وتسيبها لحد الصبح. هتيجي الصبح مش هتلاقي فيها اي ريحه نهائي. الطريقه التانية هتجيب عندك اي بخاخ فاضي وهتملاه نص ميه والنص التاني هتكمله خل، وهتجيب كيس فانيليا بتاع الكيكات والحلويات وتفضيه على الخلطه اللي احنا عملناها دي. وبعد كده هتجيب الخلطه دي وترش منها رشه واحده او رشتين بالكتير خالص، وتسيبها في الشمس لمده ربع ساعه بس، وبعديها هتلاقي اي ريحه وحشه او اي ريحه كريهه موجوده فيها اختفت. ما تنسانيش بدعوه حلوه وتعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.